الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. في البداية بنطلب من حضراتكم دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصل كل جديد لحضراتكم، وعمل لايك للفيديوهات للوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين. طيب، نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونتكلم عن أول حاجة عن مران الأهلي. نستأنف الأهلي اليوم مرانه صباح النهاردة يوم الثلاث على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة. طبعا المران شهد مواصلة أحمد نبيل كوكا لتنفيذ برنامجه العلاجي بعد ما خرج من المنتخب بسبب الإصابة التي حدثت له. تنفيذ البرنامج العلاجي ده الذي ينفذه بسبب إصابته في أربطة القدم زي ما قلنا وهو في المنتخب. قرر الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إجراء أشعة جديدة للاعب مطلع الأسبوع القادم للوقوف على تطور إصابته. طيب، أدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبد القادر فقرات البرنامج الخاصة بهم للتعافي من الإصابة التي عند كل واحد منهم. اجتمع مارسيل كولر مدرب الأهلي بجهازه المعاون على هامش المران لمناقشة خطط فترة الإعداد الحالية، لأن الفريق بسبب المنتخب مفيش مباريات، فعملوا فترة إعداد عشان تجديد اللياقة البدنية والمحافظة عليها للفريق في فترة التوقف الدولية. واصل الفريق مرانه مستعينا ببعض اللاعبين من فريق الشباب، كملوا العدد ببعض اللاعبين من فريق الشباب لتعويض غياب الدوليين الموجودين في كأس أفريقيا. وبعدين في آخر المران قرر كولر منح اللاعبين أجازة لمدة 24 ساعة من التدريبات على أن يستأنف المران يوم الخميس القادم إن شاء الله. طيب، ننتقل من فريق الأهلي وتدريباته، نتكلم عن فريق الزمالك. صرح نيليو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري السابق ومدرب الزمالك الأسبق، صرح بأنه في تواصل بينه وبين إدارة النادي حاليا من أجل بحث حل لأزمة النادي مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بسبب غرامة شيكابالا اللي هي موقعة على الفريق على نادي الزمالك ولصالح نادي سبورتنج لشبونة. بعض المصادر بتقول إن أحد الوكلاء عرض نيليو فينجادا على الزمالك لتدريب الفريق في المرحلة القادمة. يعني نيليو فينجادا مدرب الزمالك الأسبق معروض حاليا على النادي لتدريب الفريق في المرحلة القادمة. هو فينجادا لما كان مع الزمالك كان عامل نتائج كويسة بصراحة. طيب، ننتقل إلى أخبار المنتخب هيلعب يوم الخميس القادم مع غانا الساعة 10 بالليل. المنتخب الوطني بيتدرب يوميا لهذا اللقاء الصعب جدا بعد هزيمة غانا من الرأس الأخضر 0-1، ويعتبر ماتش غانا مع منتخبنا ماتش حياة أو موت. ليه؟ لأن إذا منتخب غانا ما فاز على منتخبنا سيخرج من البطولة. طب وإحنا أيضا لابد من الفوز على منتخب غانا. ليه؟ حتى نضمن الاستمرار في البطولة، عشان نحتل مركز يا أول يا تاني. يبقى شكلنا وحش أوي لو خدنا المركز الثالث. هو في جميع الأحوال في فرق، يعني إن شاء الله هنصعد للدور الثاني، لكن لما نصعد أول
أو تاني غير أما نصعد من أفضل توالت. طيب نقول بعض أخبار كده من كواليس المنتخب. في أخبار بتتحدث عن عدم وجود حجازي في التشكيل أمام غانا. عدم وجود حجازي في التشكيل أمام غانا، كذلك النني. والأخبار دي بتقول إن ياسر إبراهيم ومروان عطية هيخشوا في تشكيل المنتخب بدل من الاتنين لعيبة دول. طب أنا لو سألتوني عن نفسي، أنا بتمنى أو هقول التشكيل الذي أتمناه للمنتخب في ماتش غانا. الشناوي طبعا مفيش كلام، حارس مرمى. الدفاع من اليمين للشمال 4: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح. خط النص من 3 طبعا أتمنى أن أحمد مصطفى زيزو في اليمين، مروان عطية، إمام عاشور في الشمال. وفي الهجوم الكابتن محمد صلاح، ده مفروض إجباري على المنتخب، محدش يزعل مني أنا بقول رأيي. وكهربا في الشمال، يعني محمد صلاح في اليمين وكهربا في الشمال، ومصطفى محمد يكون الفيرود الأساسي. وأرجو وأتمنى إن كل لعيب يلعب في مركزه. مفيش حاجة اسمها محمد صلاح ينزل تحت ويلعب في النص. محمد صلاح أبدع في مركز الجناح الأيمن، فأتمنى إن كل لعيب من لعيبة المنتخب يلعب في مكانه طبيعي. ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني والفوز على منتخب غانا إن شاء الله، حتى نسعد المصريين جميعا. وإلى لقاء آخر. السلام عليكم.